يا هلا، شلونكم حبايب؟ أتمنى لكم يوم جيد. اليوم راح نسوي وصفة جديدة وطعمها كلش طيب. راح نسوي طريقة عمل صمون سهل وسريع بدون فرن وبدون طباخ. وأيضا وصفتنا راح تكون بصدور الدجاج بصوص جدا طيب وطعمه رهيب. شوفوا الفيديو للنهاية حتى تستفادون من الوصفة. يلا نبدي على بركة الله. للصمون راح أحتاج كوب ماء دافئ، معلقة خميرة ومعلقة سكر، نمزجهم جيدا. نضيف معلقة وسط من الخل الأبيض، ربع كوب من الزيت، نخلط المواد السائلة، ثم نضيف الطحين بالتدريج إلى أن أحصل على عجينة متماسكة. تقريبا أنا ضفت 3 أكواب من الطحين، ولا ننسى إضافة الملح. نعجن العجينة لمدة قصيرة، ثم نضيف القليل من الزيت ونتركها ترتاح لمدة ساعة. بهذا الأثناء راح نعمل صدور الدجاج. راح في مقلاة ساخنة نضع كمية من الزيت، رأس بصل مقطع بشكل جوانح. بعد ما يتحمر راح نضيف قطع الدجاج مقطعة على شكل مكعبات وسط حجمها. راح نضيف البهارات، معلقة وسط لكل من بهارات الدجاج، كركم، ملح، فلفل أسود، حبة هيل. راح نضيفها فوق الدجاج ونحركهم واتركهم على النار إلى أن يستوي الدجاج. بهذا الشكل الدجاج صار جاهز، نشيله من النار. الآن راح نعمل الصوص الرهيب اللي ينطي مذاق وطعم كلش طيب للدجاج. أحتاج كمية من المايونيز، شيلي صوص كمية بمقدار معلقة، وأيضا الخردل أحتاج معلقة، وراح نضيف معلقة ونصف من الكاتشب، وأخلط هاي المكونات جيدا. بعد ما جهز الصوص، الآن نجيب قطع الدجاج اللي حمستها نضيفها فوق الصوص، وهاي الحشوة صارت جاهزة. الآن نرجع إلى العجينة، أكيد هسه تخمرت. راح نشكلها على شكل كرات صغيرة، ونفتح كل كرة بالشيبق. بعد ما نفتحها يكون يعني بمقدار قليل، ما نفتحها كلش هواية، وراح نتركها لمدة 5 دقائق ترتاح. شوفوا طريقة الشوي. هنا عندي جهاز اللي نستخدمه للوافل، لو عندكم جهاز الكابسة أيضا عادي. بعد ما خليته يحمى راح نضيف القرص مالت الصمون ونكبسه بهذا الشكل إلى أن يتحمر، ما نخليه هواية، تقريبا يحتاج 3 دقائق. راح نسوي وحدة ثانية وبهذا الشكل. طبعا بعد ما نطلعهم يعني من الجهاز راح نغطيهم. وهاي بعد ما كملت كل الكمية. طبعا صمون طيب خفيف من الداخل، تقدرون بسهولة تفتحونه. طبعا بعد ما برد فتحتها من الداخل بسكين. شوفوا من الداخل شلون يكون. الصمون صار جاهز للاستخدام. نضع الحشوة الدجاج بداخله ونضيف وياه الخس، وهذا الشكل النهائي للوصفة. يعني هاي أسهل وصفة عشاء أو غداء تقدرون تقدموها بصورة جديدة وطعم رهيب. جربوا هاي الوصفة وما راح تندمون، لأن طعمها كلش طيب، وأنصحكم بشدة تجربوها. والصمون خفيفة من الداخل. وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى عجبكم الفيديو لليوم. لا تنسون دعم قناتي الصغيرة باللايك والمشاهدة والاشتراك بالقناة. انتظروني في فيديو جديد ووصفة جديدة. مع السلامة.